السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرد على بعض غلاة الصوفية في مسألة ترك السعي في طلب الرزق. تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. يوجد طائفة من غلاة الصوفية، بقول يوجد طائفة يعني مش كلهم بيقولوا الكلام ده، يوجد طائفة من غلاة الصوفية لا يرون حقا للإنسان أن يسعى في طلب الرزق، بل يقولون امكث في بيتك، يعني خليك قاعد في بيتك والرزق يأتيك إلى بيتك، يعني اقعد في بيتك والرزق يجي لك لحد عندك. طبعا هذا الكلام بخلاف سنة المولى عز وجل في هذا الكون. سنة المولى عز وجل هي أن نأخذ بالأسباب ونتوكل على الله، وتتعلق قلوبنا بمسبب الأسباب، ونعلم يقينا أن الأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر إلا بأمر مسبب الأسباب. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. سبحان الله، شوف هنا جمع بين ايه؟ بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل على الله. الطير بيتوكل على الله، لا يملك شهادة ولا يملك عضلات ولا قوة ولا يملك مالا ولا واسطة ولا أي شيء، لا يملك إلا أنه يعبد الله عز وجل ويتوكل عليه ويسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل ما في الأمر أنه بيتوكل على الله ولكن يأخذ بالأسباب. تغدو خماصا، تخرج من بيتها وهي جعانة وتروح بطانا، ترجع بطنها مليانة وفي فمها طعام لأولادها. يبقى توكلت على الله وعلمت يقينا أن الأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر إلا بأمر مسبب الأسباب، ثم أخذت بالأسباب، خرجت من بيتها. ما كان ممكن الطير تقعد في العش بتاعها وتقول خلاص بقى ما أنا متوكلة على الله، بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنا متوكلة على الله وبسبح بحمد الله ورزقي يأتيني. لا، بتخرج وتأخذ بالأسباب، وهي طيور غير مكلفة، ومع ذلك تخرج في طلب الرزق وهي متوكلة على الله. قال جل في علاه: وهو الذي قال جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الله أكبر. يبقى إذن إيه؟ فامشوا، خذوا بالأسباب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وذكر المولى عز وجل صلاة الجمعة وهي من أعظم الصلوات، فقال جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة، بعد ما تنتهي صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ولذلك كان أحد السلف رحمه الله رحمة واسعة كان يصلي الجمعة ثم يأتي إلى السوق ويقول: اللهم إنني صليت كما أمرتني فارزقني كما وعدتني. الله أكبر على فقه هؤلاء الأفاضل بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره، أي من حطب، خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. يعني لما تروح بالفاس بتاعك ولا بالأدوم وتجيب شوية حطب كده من الغابة ولا من الجبل، أفضل من إن أنت تسأل الناس يدوك ولا ما يدوكش. طب وليه نسأل الناس؟ ده الأفضل إن احنا لا نسأل إلا الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فلا تسأل غير الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده، كانش يسأل حد أبدا، كان يأكل من عمل يده وهو نبي كريم. وفي رواية عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: كان زكريا عليه السلام، سيدنا زكريا، كان زكريا عليه السلام نجارا يعمل في النجارة عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. الله أكبر. بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم،
قالوا يا رسول الله وأنت؟ يعني أنت كمان كنت بترعى الغنم؟ قال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. القراريط دي عملة بسيطة وضعيفة جدا، يعني بيقول كنت برعى يعني برعى الغنم، تمام، مقابل بعض القراريط اللي باخدها من أهل مكة بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا فترك السعي في طلب الرزق ليس من إيه؟ من هدي الأنبياء ولا من هدي الصالحين، بل إن من سنة المولى عز وجل في هذا الكون هو أن نأخذ بالأسباب وأن نتوكل على الله سبحانه وتعالى، ونحسن الظن بالله ونأخذ بالأسباب، ونعلم أن الأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر إلا بأمر مسبب الأسباب. فلا بد أن نتوكل على الله وأن نأخذ بالأسباب ونسعى في طلب الرزق الحلال بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقكم وأن يوسع أرزاقكم ويقضي ديونكم، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.